أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. في ظل دخول شهر واحد ودخول السقعة والكلام ده، دايما صلاة الفجر بتبقى صعبة علينا ان احنا نقوم من تحت الغطا، وان احنا نقوم نتوضى وننزل نصلي في المسجد بسبب السقعة، وان احنا بنبقى متدفيين وكل الكلام الجميل ده. ففي حديث للنبي كل ما نفتكره اكيد هيخفف علينا الكلام ده، حبيت يعني اذكركم واذكر نفسي بيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. طب ده معنى ايه الكلام ده؟ نبدأ بأول حاجة. طب يعني ايه إسباغ الوضوء على المكاره؟ هو ان انت تتوضى وتحس ببرد شديد، فده من إسباغ الوضوء على المكاره. كثرة الخطى إلى المساجد طبعا مش محتاجة شرح، إن إحنا لو شباب بننزل نصلي في المسجد، ولو هما بنات بيصلوا الصلاة في ميعادها في البيت وبياخدوا إن شاء الله الأجر كامل. تالت حاجة: وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. النبي كررها 3 مرات. الصراحة كل ما أحس إن صلاة الفجر صعبة، أو كل ما أحس إن أنا مش قادر أقوم أفتكر الحديث ده، بحس إن أنا فعلا أنا اللي محتاج أقوم، أنا اللي محتاج يكفر عن خطاياي، وأنا اللي محتاج رفعة في الدرجات. فالموضوع بيبقى أسهل كتير لما تبدأ تذكر نفسك بحاجات زي دي، فبتحس ان الموضوع اسهل على نفسك في ان انت تقوم عادي، مفيش مشكلة. حتى وانت لما تحس بسقعة وانت بتتوضى، انت متذكر ومستحضر ان انت كل ده انت بتؤجر عليه. دي يعني كانت حاجة بعد الفجر كده. لسه صاحيين، هنناموا تاني وبعدين نصحى نشوف التاسكات اللي ورانا بس. شفتك، اوعى تنسى اذكار الصباح والمساء. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. السلام عليكم. استحضرني حاجة، بما ان احنا في وقت مذاكرة، وقت امتحانات، ومضغوطين في المذاكرة ومفيش وقت والكلام ده، هو فكرة ان انت تفكر ان انت لما تصلي ال5 صلوات في جماعة فده هيضيع منك وقت، وان انت مضغوط في الوقت فعادي تصلي في البيت. هو اولا مش عادي، بس احنا مش بنتكلم عن النقطة دي دلوقتي، بنتكلم عن حتى لو هو عادي انت هتختار انهي. وانا بشوف ان من سوء الادب انك تفكر كده. طب ليه ده من سوء الادب؟ لان انت عندك اعتقاد ان انت لما تنزل تصلي في المسجد ان ده وقت بيضيع، لكن بالعكس اليوم اللي بتصلي فيه في المسجد هو اكتر يوم بيبقى منظم ولا شك. هو انت مش بتجرب، هو انت لما تنزل تصلي في المسجد ال5 صلوات هو انت مش بتشوف انت ربنا هيبارك لك في وقتك ولا لا. ده من سوء الادب في التعامل مع ربنا. انت لا شك لا شك لا شك تبقى متيقن تماما ان انت لما تعمل كده ده مش وقت ضاع، ده بالعكس ده وقت انت اكتسبته وبركة ليومك، وهتعرف تذاكر اكتر واكتر واكتر. وما تعملش كده وتجرب، انت بتعمل كده ومتأكد ان انت ربنا هيبارك لك في وقتك. حبيت الصراحة أفكر نفسي وأفكركم، لأن الموضوع ده زمان كان بيجي في بالي. بشوف إن أنا كنت لما أنزل أصلي 5 صلوات في المسجد، فنص ساعة مثلا في كل صلاة، فساعتين ونص. طب أنا محتاج الوقت ده؟ طب أنا على عكس لما رجعت وعقلت وفكرت تاني إن أنت لما تنزل تصلي في المسجد هو أنت اللي محتاج كده، هو أنت فعلا اللي محتاج كده. أنت يومك لما يبقى كده صدقني ده انسب حل لضغط الوقت بتاع الفاينل. وان ده فعلا من الادب في التعامل مع ربنا، ان انت تتيقن تماما ان انت لما تنزل تصلي في المسجد ان ربنا هيبارك لك في وقتك، وهتكون حاسس ببركة في الوقت، والمذاكرة هتبقى اكتر، والدنيا هتبقى جميلة ان شاء الله. صديقي موفق انا وانت. بس كده حبيت اذكر نفسي اذكركم نقطة زي دي. بس الدنيا ايه بقى في المذاكرة النهاردة؟ الحمد لله يعني. يمكن الواحد راحت عليه نوم الصبح، صحي بعد الفجر صلى وبعدين نام تاني وراحت عليه نومه. صحيت حاولت اذاكر برضو على قد ما اقدر، ذاكرت تقريبا 3 محاضرات. انا براجع، انا مش بذاكر من جديد، دي مراجعات يعني. فانا المحاضره ما بتاخدش وقت قد كده، مع ان المايكرو فيها حفظ كتير وفيها معلومات كتير فبتاخد وقت برضه. تحس ان انا بذاكر من جديد، انا مش براجع. بس ان شاء الله يعني اليوم الحمد لله، والله 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 في بركه غريبه في الوقت وبركه غريبه في المجهود. الحمد لله كل الايام اللي بتبقى مواظب فيها على الصلاه في المسجد بتبقى كده ولا شك الحمد لله. فبفكر اريح من المغرب للعشاء وبعد كده اكمل مذاكره. بس توكلنا على الله.
يلا أصدقائي. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر. السلام عليكم. ازيك يا صديقي؟ النهارده هنتكلم في حاجه ان شاء الله تكون بسيطه بس في نفس الوقت مهمه. تعالى كده نشوف التايتل بتاع الفيديو عايز يوصل لك ايه، او التايتل بتاع الفيديو اصلا عباره عن ايه. هو فعلا قبل ما تحدد اي هدف بتكون محتاج تعرف اولوياتك اللي انت على اساسها هتختار الهدف اللي هيخدم على الاولويات دي. بمعنى ان انا مثلا اخترت ان انا مثلا اكون كوتش في الجيم مثلا، ودي اولويه من اولوياتي وهي الجيم. فببدأ هدف من أهدافي إن أنا مثلا يبقى عندي دايت بلان واضحة، يبقى عندي بلان معينة في التمرين واضحة، بحيث إن هي تخدم على الأولوية وهي إن أنا أكون كوتش في الجيم. طب تعالى نتكلم بقى علينا إحنا كطلاب أو كناس في فئة عمرية معينة. مش شرط تكون طلاب بس، ممكن تكون شخص متخرج عادي، ممكن تكون في ثانوية عامة، ممكن تكون في كلية. فهبدأ عشان أختار أولوياتي إن أنا أحدد هويتي. طب هو انا اصلا هويتي ايه؟ والله انا شخص مسلم وطالب في كلية او ثانوية او مثلا اتخرجت وهكمل في حاجة معينة مثلا، فبالتالي انا مطالب ان انا اختار اهداف تخدم على الحاجة دي. يعني انا كشخص مسلم طالب علم مثلا مطالب ان انا اختار هدف نافع. ليه اختار هدف نافع؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فلابد الهدف بتاعي يكون نافع. تاني حاجة، وان الهدف بتاعي يكون اساس من اساسياته هو طلب العلم. ليه؟ لان الامام الشافعي رحمه الله بيقول لنا من اراد الدنيا فعليه بالعلم. اكيد كلنا نفسنا نعيش حياة كويسة. ومن اراد الاخرة فعليه بالعلم. اكيد كلنا نفسنا اخرتنا تبقى كويسة وهي الاهم. ومن ارادهما معا فعليه بالعلم. تحس الامام الشافعي حرفيا يعني في الكود دي بالذات ابدع 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 ابدع. كود بتقولك ان انت بالعلم تاخد دنيا تاخد اخرة، مش بس تاخد واحدة منهم، انت تاخدهم الاتنين مع بعض. طب فكرة ان انا اطلب علم دي تحسها جملة مبهمة شوية. تعال نوضحها واحدة واحدة. انا كشخص مسلم ببقى مطالب ان انا اتعلم الحاجات اللي انا اقيم بها ديني، زي ان انا اتعلم مبادئ العقيدة، مبادئ الفقه، زي ان انا مثلا اتعلم الطهارة الصلاة، واعرف ايه المشاكل اللي ممكن اقع فيها في الطهارة، واعرف ايه المشاكل اللي ممكن اقع فيها في الصلاة. لان لو حاجة وقعت من دول، لو حاجة وقعت من الطهارة فالصلاة وقعت. طب لو حاجة وقعت في الصلاة فالحاجة اللي انت بتقيم بيها دينك وقعت وهي الصلاة. لابد ان احنا ما نغفلش عن حاجة زي دي. ان انا كراجل مسلم انا لابد اكون بصلي الخمس صلوات في وقتهم ومواظب عليهم، وان شاء الله اكون بصليهم جماعة كمان. وكمان برضو سمعت برضو الشيخ الدكتور احمد العربي بيقول لك ان انت فعلا لازم مع مبادئ العقيدة ومبادئ الفقه ان انت لابد تتعلم تزكية القلوب، تسمع دروس عن تزكية القلوب، لان دي حاجة مهمة هتفيدك. فانا قلت افكر نفسي افكركم بموضوع تزكية القلوب ده، لان انا لاحظت ان ناس كتير قوي نبهت عليه، وهو فعلا حاجة مهمة جدا هتفيدك جدا 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 يعني. ففي الحالة دي هو انت قصدك بقى صح وتوكلت على الله في حاجة زي دي. طب ليه بنبقوا مركزين او انا مركز معاك او مركز مع نفسي في فكرة ان احنا نختار هدف صح؟ لان مش اي هدف يستاهل انك تسعى عشانه. ومش كلام مرتجل، هو فعلا مش اي هدف يستاهل انك تسعى عشانه. في اهداف بتبقى تافهه جدا وبتلاقي ناس بتبذل فيها مجهود جبار. طب على ايه؟ لان هو هدف لا هيوصلك لحاجه في الدنيا ولا هيوصلك لحاجه في الاخره. زي مثلا تلاقي ان شخص جيمر، مع احترامي للشخص ذات نفسه انا بنقد الفعل، وهنا انا بضرب مثال مش بقتصر الموضوع على الجيمز. انا في حاجات كتير قوي ملهاش لازمه وملهاش فايده، وهي مش حاجة تكون هدفك الأساسي يكون كل مجهودك محطوط فيها، لأن ده مش من العقل. الإمام الشافعي بيقول لنا العاقل من عرف الخير فاتبعه، عرف الشر فاجتنبه. لازم 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 تركز إن أنت قصدك يبقى صح. ابن القيم بيقول من صح له القصد صح له السعي.
فيا جماعة يعني كل الناس دي وكل الكوتس دي بتقولك اختار هدفك صح، ما تروحش تختار هدف لمجرد ان انت بتلبي شهوة او هوى جواك، ففي الاخر تيجي بعد سنين من السعي فيه. انا على فكرة ما عنديش شك انك سعيت وبذلت مجهود جواه، بس كل ده هوا، كل ده سراب، كل ده تراب راح. لما تيجي تفوق وفعلا فعلا تدرك اللي انت كنت بتعمله ده راح كله في سنين من السعي، ساعتها انت الوحيد اللي هتندم وهتزعل على كل الوقت اللي انت ضيعته ده. وخلاص هو وقت راح ومش هيجي تاني ابدا. يبقى احنا قلنا عشان ناخد دنيا واخرة فاحنا هنمشي في طريق فيه علم، وان انا كشخص مسلم لابد اتعلم الحاجة اللي اقيم بيها ديني، زي ان انا اتعلم مبادئ العقيدة ومبادئ الفقه، ولو عندي طاقة كمان ممكن اتعلم تزكية القلوب. مبادئ الفقه اللي هي ايه؟ زي الطهارة والصلاة، لأن لو الطهارة فسدت ففسدت الصلاة، ولو الصلاة فسدت ففسد الدين. وإن أنا لو شخص في كلية أو في ماستر أو في ثانوية عامة، أنا هركز في المرحلة اللي أنا فيها عشان أحاول أتعلم على قد ما أقدر وأحاول أكون ناجح في الحاجة دي، وآخد إن شاء الله أجر لو احتسبت إن هي كويسة. إن شاء الله صديقي موفق أنا وأنت. بس كده حبيت أقول لك الكلمتين دول وأقولهم لنفسي قبلك. إن شاء الله موفق ومسدد، ودمت في أمان الله يا صديقي.